ورحمة الله وبركاته أصدقائي في جديد في قناة العلامة حاتم السيراميك. النهاردة شغالين في بلاطة 60 في 60 وحابين نعمل فيديو فيها جديد كده لإخواتنا المبتدئين، طريقة كويسة وهتساعد إخواتنا المبتدئين على إنهم يشتغلوا لحد ما إيديهم تاخد على فردة المونة، وطريقة مختلفة وكويسة جديدة يعني لسه. بنبسط المونة الرملة كده زي ما حضراتكم شايفين، وبنسيب مجال للمونة كده زي ما ايه، بنسيب مجال للمونة، وبعد كده نفضي المونة بالطريقة دي ونفرد اهو يا اصدقائي كده. ولازم تزود شويه ايه عن مستوى البلاطه كده علشان ما تبقاش في اي زاويه فاضيه من البلاطه. وبشريحة زي كده يا صديقي، لو انت لسه مبتدئ في مجال السيراميك او صنعة السيراميك، وبتيجي قادد بيها ايه كده المونة، بالطريقة دي يا صديقي علشان البلاطة بتاعتك تركب ما تضايقكش وكده وما تكبسش. وبتحط البلاطة على الريجة اللي انت ماشي عليها وكده، لازم تركز للكلام ده اهو. وطريقة حطت البلاطة يا صديقي لازم تحطها كده علشان ما تسفش منك، اللحام ما يسفش منك، وبايديك كده وبتطبعها كده وتيجي رافعها تاني كده. لو لقيت فيها اي حاجه بيضه زي كده، حتايب بيضه او نوعش بيضه زي كده، بتيجي تزودها شويه مونه كده، وتيجي نازل بالبلاطه بتاعتك يا صديقي. المونة بتاعتك كده بعد ما تخلص كده بالطريقة دي يا صديقي. وتأكد على اللحامات بتاعتك. طبعا يا اصدقائي البلاطه دي فرز تاني، يعني علشان كده لازم تخلي بالك من الملمس بتاعها على قد ما تقدر، ولازم تطبعها على قد ما تقدر علشان الزبون او العميل ما يزعلش من الشغل او كده. ودي طريقه سهله لاخواتنا المبتدئين، وطبعا اخواتنا الصنايعيه اللي قدام وكده واخدين على النوم طبعا بيبقى عارفين مجال البلاطه قد ايه او منسوبها قد ايه، فمش بيستعملوا الشرايح دي او شغل الشرايح الا في البلاطه مثلا وليكن ال 120 او المقاسات اللي اكبر من كده. بس الطريقه دي لاخواتنا المبتدئين علشان عبال ما ايديهم تاخد بس على فردة المونة وكده ويبقى ممتازين ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.